دي اللي هي اسمها ايه؟ بداية كده ابعت الفيديو ده لأي بنوتة بتجهز وأي حد عايز يجيب حاجات بفرق أسعار رهيب، لأن يا جماعة أنا جبت لكم المنبع، جبت لكم المستورد نفسه، وهتجيبوا الحاجات من هناك بفرق أسعار رهيب عن أي مكان تاني، سواء جروبات الأونلاين أو أمازون أو نون. عندهم فرق أسعار رهيب، لأن زي ما اتفقنا هم المستورد وهم أول يد. أنا فين؟ زي ما اتفقنا ده كنز يا جماعة من كنوز النزهة الجديدة، وأنا تحديدا في شركة زين أو في معرض زين. المعرض ده يا جماعه هو اصلا المكتب اللي بيستورد الحاجات اللي انتم شايفينها دي، علشان كده بتكون الاسعار فرقها رهيب. عايزه اقول لك كمان ان انت تقدري تاخدي منه جمله من اول قطعه لو انت هتعملي بزنس، ولو انت عايزه الحاجه لنفسك بيعملوا عروض حلوه جدا كل يوم جمعه وكل يوم حد، بيعملوا عروض حلوه جدا هقول لك عليها علشان تستفيدي منها. بس زي ما اتفقنا لو تعرفي بنوته بتجهز او تعرفي حد عايز يستفيد بفرق الاسعار ده، ابعتي له الفيديو ده وتعالوا مع بعض نشوف المكان التحفه ده اللي لحد النهارده مش قادره ابطل انبهار من الحاجات الحلوه اللي موجوده هناك. طبعا تشكيله مجات هايله بخصوص يعني بمناسبه رمضان، كل سنه وانتم طيبين. تشكيله حلوه جدا واذواقها حلوه قوي قوي زي ما انتم شايفين. عجبني قوي اللي فيه ورد ده تحفه، وده برضو عجبني، وعجبني الفنجان اللي بالطبق، وده برضو كان شكله شيك قوي برقيق. وكان عاجبني برضو طقم طقم خشاف كده كان لذيذ، كان عامل 480 جنيه ده قبل الخصم، لسه في خصم تاني بيتعمل. عجبني بقى يا جماعه هناك منظمات الاكوكو موجوده وبتشكيله هايله جدا. لفت نظري برضو المنظمات الشيك قوي دي، انا عن نفسي جبت منها لنفسي. عجبني المنظم ده كان سعره 350 جنيه، والطقم ده كان عامل 450 جنيه ده من نبات البردي يا جماعه. عجبني برضو قوي الطقم المنظم ده، شكله حلو قوي. كمان كان في الشيكر ده عجبني جدا، ده تقدري تعملي فيه نسكافيه على الصبح، تعملي فيه اي حاجه سهل جدا وتقدري تاخديه معاكي لانه برضو بيعتبر مج حراري. عجبني برضو الترامس اللي انتم شايفينها دي بتاعه القهوه والنسكافيه، عجبتني جدا وتشكيلتها حلوه. في منها الحجم كمان الصغير. في كمان دور تاني، الدور ده بقى يا جماعه مليان كنوز، في كل منظمات التوابل وعلب تخزين التوابل وعلب التلاجة. هناك تشكيله رهيبه، بالاضافه زي ما انتم شايفين كده هناك المنتجات التركي كلها اللي انتوا البنات بتدور عليها وبتجيبها باسعار فلكيه هتلاقوها موجوده هناك. ده بالاضافه زي ما اتفقنا فرق السعر اللي هناك يستاهل ان انتوا تروحوا المكان ده يا جماعه. هناك في تشكيله هايله من منظمات الدواليب وكفرات المكوى وزي ما انتم شايفين وكفرات التلاجة. في برضو زي ما انتم شايفين كل دي منظمات للتلاجة وعلب تلاجة. عجبني برضو الكوسترات دي، برضو في تشكيله هايله منها، وكل شويه ما شاء الله بيجيبوا تشكيله اجدد من اللي قبلها، واسعارها حلوه جدا. وزي ما انت شايفه كده في تنوع، سواء معموله من الحلفه زي ما انتم شايفين او من الخامات التانية. عجبني بقى الاستيكر بتاع الحيطه ده، بيتلزق على الحيطه عشان ايدين الولاد ما تبهدلش الحيطه. وكمان مفرش المطبخ دوت ال5 متر منه عامل 215. عجبني برضو الكوسترات الصغننه دي، السته منها عامل 30 جنيه. وكمان عجبني كفر المكوى اللي بيخلي الهدوم ما تتلسعش وبيحافظ على المكوى عشان ما يتحطش عليها، ما يبقاش عليها رواسب. عجبني برضو طقم التلاجة ده، كان شكله حلو قوي، ده بايركس. وكمان الطقم التحفه ده، العلبه اللي انتم شايفينها دي علبه ثلاجه محكمه باللوك بتاعها، عامله 45 جنيه، شكلها حلو جدا. انا عن نفسي هستخدمه للتوابل عشان بيحفظ التوابل من الرطوبه، وانا بستخدم كميه كبيره جدا من التوابل. زي ما انتم شايفين تشكيله منظمات هايله. من ضمن المنظمات اللي عجبتني الدورق ده، منه منظم ومنه دورق يستخدم للميه. كمان طقم التحفه ده لوك كده بيسحب الهواء، الاربع قطع منه عامل 255، وده سعر قبل الخصم يا جماعه. في منه المربع وفي منه الشكل المدور. طبعا انا لو استعرضت المكان ده كله مش هيكفيني فيديو واحد ولا اتنين ولا تلاته. المكان ما شاء الله زي ما اتفقنا علشان هو المستورد عنده تشكيله هايله زي ما انتم شفتوا كده. وكمان عجبني قوي العلبه دي، هو طقم على بعضه بيكون 5 قطع، علبه كبيره واربعه صغيرين، تقدري تستخدميه استخدامات كتيره جدا وتقدري تعملي له اختراعات كتير. في كمان عجبتني بتاعه الباريستا بتاعه الموكا والحاجات دي والنسكافيه. كمان هناك كان عندهم الطقم الحلو التحفه اللي انتم شايفينه ده، عندهم يا جماعه تشكيله حلوه انا فعلا مش ملاحقه. عجبني برضو المنظم ده، كان عامل 150 جنيه، ليه استخدامات كتير والبنات في الجروبات هيقولوا لك عليها. كمان عجبني المكبس بتاع البرجر دوت، برضو كان شكله حلو، يمكن من اجمل مكابس البرجر اللي شفتها لحد النهارده. عجبني برضو المنظم الايكوكو دوت، ده منه منظم تحط عليه شامبوهات، ومنه ان انت تعلقيه في الحيطه كده بدبل فيس وتعمليه فواطه. عجبني بقى ولفت نظري المنظم الجميل ده يا جماعه. بصوا بمجرد ما بتشدي سوسته خلاص بقى عندك منظم حلو جدا تقدري تحطي فيه اي حاجه. في كمان هناك الاكياس بتاعه التخزين اللي بتسحب منها الهواء، وكمان دي علشان الناس اللي بتعاني من الم فقرات الرقبه. احلى حاجه بقى وعجبتني هناك وشدت انتباهي انا شخصيا الميزان ده يا جماعه. ده ميزان امبادي اللي هو بيبين كثافه العظم في الجسم ونسبه الدهون ونسبه الميه. بجد اختراع، وكمان سعره حلو جدا عامل 450 جنيه، وده انا مش مصدقاه بصراحه يا جماعه. اما ده بقى فده اختراع
بجد يا جماعه مفيش بنت مش محتاجه الاختراع ده. ده كده عبوات صغيره تقدري تاخديها معاكي وانت مسافره، تحطي فيها الشامبو والبلسم وحاجتك كلها، علشان بدل ما تاخدي كميه الحاجات المستحضرات اللي انت بتاخديها، ده هيوفر عليكي كتير قوي. تعالوا مع بعض نستعرض بقيه الحاجات اللي موجوده في المكان. يعني طقم الخشاف ده كان مميز جدا، وطبعا كل سنه وانتم طيبين، ده توقيته اعتقد. يعني عجبني بقى اللي جاي قدامكم ده، الدرق ده كان شكله عجيب قوي، بس كان شكله مميز رغم ان هو شكله غريب، شكله حلو قوي وعجبني. وكمان الطقم اللي انتم شايفينه ده، الكوبايه دي عجبتني قوي، انها شكلها كده تحس انها مشبره رغم ان هي ما فيهاش تلج، شكلها حلو قوي ولوحدها شكلها راقي. برضو في تشكيله هايله من الكوبايات زي ما انتم شايفين. عجبتني قوي الكوبايه دي، وكان نفسي الاقي منها الشفاف بتاعتها، لان انا بحب قوي لون الازاز العادي، انا بحب ده ذوقي، بس ممكن دي تعجب ناس كتير قوي لان شكلها راقي ومميز. كمان الكوبايه الترندي دي يا جماعه ماليه الجروبات واسعارها غالي جدا، لكن موجوده عندهم بفرق سعر حلو جدا، وانت بنفسك لما تروحي هتتاكدي من الكلام ده. الاباجوره دي بقى عجبتني قوي، بصوا كده ركزوا معايا، كل ما تخبطوها كده بتديكوا لون مختلف. دي بتشتغل شاحن يو اس بي، وفي منها اكتر من شكل زي ما انتم شايفين كده. كمان عجبتني الاباجوره دي، كانت عامله 180 جنيه، ودي بالريموت، وكل لون ليه زرار معين زي ما انتم شايفين كده، حلوه جدا. وده برده بتشتغل شاحن يو اس بي. عجبني قوي برده الدورق دوت، وده غالبا طقم كوبايات، والكوبايات بتاعته شكلها حلو قوي ومميز. تشكيله الكوبايات والمجات الترندي موجوده هناك، يعني عايزه اقول لك ما شاء الله، لان هم زي ما اتفقنا المستورد، فهتلاقي اسعارها حلوه قوي، وكمان التشكيله كبيره قوي. في كمان البولات السرسوع دي يا جماعه حلوه جدا ومميزه جدا، وكمان عجبتني قوي الصينيه دي شكلها راقي قوي، وفي منها مقاسين. في كمان طقم التوابل الترند ده حلو قوي، وكمان عندهم البرطمانات اللي باللوك دي، وطقم التوابل المميز ده برده ما شاء الله منتشر اليومين دول وترندي جدا. في منه ال 12 وفي منه ال 24 قطعه. كمان عندهم الدرق المميز ده شكله حلو قوي، والبراد ده بقى تحفه يا جماعه، ده سعره 195، اما الكبير بتاعه عامل 225. وكمان اللي عجبني اكتر ده سعره مفاجأة، ده عامل 235 جنيه، وده يا جماعة عامل 245. أما الحلة الترند دي بقى، دي 3 لتر، وكان دي سعرها مفاجأة، هتستناكم انتوا تروحوا تشوفوا بنفسكم. نيجي بقى للمفاجأتين اللي أنا قلت لكم عليهم في أول الفيديو. أول مفاجأة إن كل يوم جمعة المكان بيعمل خصومات عالية جدا لأي حد هيروح ويشتري من المكان، بيعملوا خصومات حلوه جدا، والاسعار بتكون اقل من سعر الجمله. اما المفاجاه الثانيه بقى ان كل يوم اي حد هيشتري بفاتوره تتخطى ال1000 جنيه ليه هديه قيمه من المكان. كده انتوا كسبتوا من ناحيتين، اول مكسب ان انتوا خدتوا الحاجه بسعرها، لان زي ما اتفقنا ده المستورد وده اول يد، وتاني حاجه ان انت خدتي خصم لو رحتي يوم الجمعه، او هتاخدي هديه لو رحتي يوم الاحد لو فاتورتك تخطت ال1000 جنيه. اعتقد مفيش اجمل من كده ولا احسن من كده، وانتوا عارفين ان انا صعب اثق في مكان الا ان كان فعلا المكان ده قد الثقه. هكتب لكم كل التفاصيل في اول تعليق، العنوان ورقم التليفون وكمان اللوكيشن. لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت لايك وشير، واتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايما رشا الغفير.